اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. هعمل بقى معاكم شويه كبده حلوين جدا، جربوها يا جماعه، والطريقه دي تحفه. واكيد شكل الكبده يعني بيتكلم عن نفسه، مش محتاجه ان انا اقول هي حلوه ولا لا. اولا لو لسه اول مره بتشوفوني متنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وخدي بقى لفه في القناه كده وان شاء الله الوصفات تعجبكم. بصوا هنعمل شويه كبده بلدي حلوين كده، كبده اسكندراني بطريقه سهله وجميله. تعالوا يلا نسمي ونشوف الطريقه. معايا هنا نص كيلو كبده بلدي جايبها من عند الجزار. اولا يا جماعه الكبده ما بتتغسلش خالص، اوعي تغسلي الكبده تقولي انضفها ولا الكلام ده، لا. احنا كده كده هنولع عليها على النار هنسويها، فطبيعي لو فيها ميكروبات او في اي حاجه هتروح، ما تقلقوش. وهنحط ليمون وهنحط خل. فالكبده ما ينفعش يا جماعه نغسلها خالص عشان بتعمل ريحه زفاره. تمام، الزفاره بتمسك فيها لما بنغسلها. هنا بقى معايا اولا نص كيلو كبده، ودي الدهون انا كنت شايلاها على جنب، وكنت اللي على جنب ده برضو القلب كنت بوريهولكوا، لان طبيعي ما في حدش بيجيب كبده لما لازم ان الجزار يقطع لك معاها قلب او كلاوي كده، بس بتبقى حته صغيره يعني. بس ودي البهارات بتاعتي. الكبده ما بتحتاجش حاجه اكتر من ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه. دي البهارات الاساسيه في الكبده، ما تحطيش اي بهارات تاني. ممكن لو جبتي كيس البهارات من السوبر ماركت دون، تمام ماشي ده حطيه، انما البهارات من عندك من البيت ما تحطيش اكتر من كده. يبقى معايا معلقه صغيره من كل حاجه، ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه. تمام، ومعايا نص ليمونه، ومعايا فلفل رومي وفلفل حامي، ومعايا هنا بتاع معلقتين توم صغيرين. تمام، معلقتين توم صغيرين مهروسين. يعني ايه، الكبده بتحب التوم بزياده شويه، بس مش هنحط لها بصل ولا اي حاجه. هحط بقى التوم بتاعي، هحط عليه البهارات بتاعتي، واعصر عليه نص ليمونه. نص ليمونه يكون حلو كده على النص كيلو كبده. تمام، دي مقادير اللي انا بقولها لكم، نص كيلو كبده. وهحط عليها معلقه خل برضو صغيره. تمام، انتي بقى لو هتعملي الكميه اللي انتي محتاجاها بتحطي المقدار بتاعك اللي انتي عاوزاه. بس انا بقى عملت الخلطه بتاعتي دي وهركنها اقلبها بقى كويس. احنا قلنا معلقتين صغيرين توم مهروس، مع معلقه صغيره ملح وفلفل وكمون وكزبره، ونص ليمونه، ومعلقه صغيره خل. بس هقطع بقى ايه، هركن بقى الكبده بتاعتي دلوقتي، وهقطع بس الفلفل الاول بتاعي. انا ما حبيتش ان انا اقطع الكبده صغيره علشان ايه، تبقى يعني شكلها مختلف معايا يعني كده عن الكبده الاسكندراني اللي بتبقى بره في الشارع وكده. انتي بقى عاوزه تقطعيها صغيره، عايزه تقطعيها جوليان رفيعه طويله كده وتعمليها كبده اسكندراني زي اللي بره، تمام مفيش مشكله. عايزه تقطعها عصافير صغيره برضو مفيش مشكله، يعني التقطيعه دي يعني في ايدك انتي. تمام، بس انا يعني حبيت اغير وكده فسيبتها ايه، كان هو الجزار كان مقطعها كبيره عن كده، بس انا قسمت الحته نصين بس، ما حبيتش ان انا اقطعها اكتر من كده. بس هقطع بقى برضو الفلفل بتاعي، هقطعه برضو زي الكبده يعتبر، مش هقطعه صغير، لان انتوا عارفين يعني ايه، انا قلتلكوا كذا مره ان انا بحب اقطع الحاجه كلها تبقى زي بعضها. قطعت صغير يبقى قطع كله صغير، قطعت جوليان يبقى قطع كله جوليان، عشان برضو الحاجه تبقى متناسقه كده مع بعضها وتبقى شكلها حلو في الاخر. فاهمين؟ لان طبعا العين احنا لازم نهتم بشكل الاكل برضو، عشان نفسنا تتفتح على الاكل، حتى يعني ممكن لو هو طعمه مش قد كده بس كفايه شكله ان هو يبقى حلو يفتح نفسنا. بس وهنا الفلفل ده انا لقيته حامي معايا فقطعت نص بس استكفيت بيه، عشان انا عندي ولادي وكده اطفال، فمحبتش يعني تبقى الاكل حامي قوي عليهم يعني. بس هنا بقى معايا الصينيه بتاعتي او الطاسه او الجريل زي ما انتي ما تحبي تعملي الكبده فيه. وحطيت شويه زيت وحطيت عليها معلقه سمنه بلدي. عايزه اقول لكم ان السمنه البلدي بتخلي الكبده طعمها تحفه. لو عندك سمنه بلدي جربيها بالطريقه دي هتبقى حلوه جدا. لو ما عندكيش مفيش مشكله، حطي لها شويه زيت، اعمليها بالزيت بس. عامه الكبده الاسكندراني اللي بره بتحبي ان هي تحط لها زيت كتير، او الكبده عامه يعني بتحبي الزيت كتير، بتطلع معاكي حلوه وطعمها حلو. عايزه تعمليها ببصل برضو اعمليها مفيش مشكله، بس انا محبتش اعملها ببصل، يعني قلت ايه كفايه التوم بس والفلفل هتبقى طعمها احلى. انتي مثلا عاوزه تزودي الكميه، ممكن بقى تقطعي معاها بصل وتحطي برضو البصل الاول تقلبيه تقلبتين بس كده على النار اللي هو يتشم النار، وبعد كده تروحي قلب عليه الكبده على طول وتعمليها زي بقى بتكملي الطريقه زي ما انا ما هعملها. مش عاوزه مش عايزه بصل خالص، خلاص تمام مفيش مشكله. انا بقى ولعت النار وخليت الصينيه سخنت وخليت الزيت سخن فيها، ورحت نزلت بالكبده.
اولا ما تعمليش الكبده، ما تحطيهاش على بعضها في الصينيه او في الحاجه اللي انت هتعملي فيها، تحطيهاش كتير في الصينيه مره واحده على بعضها. ليه؟ هتنزل معاك الميه بتاعتها، ولما تنزليها ما تقلبهاش اول ما تحطيها. تمام، سيبيها كده، حطي شويه صغيرين وحاولي تفرديها عن بعضها، وسيبيها اول ما تبتدي تاخد لون معاكي من تحت تبتدي قلبي فيها كده، ما تنزلش ميه معاكي خالص. زي ما انتم شايفين انا اهو سبتها، اول ما حطيتها حاولت فردتها بعيد عن بعضها، وانا عملتها في حاجه واسعه عشان خاطر برضو ايه، مش عايزه الكبده تنزل ميتها عشان ما تاخدش معايا سوا. اصلا الكبده يعني التوتال بتاع التسويه بتاعها كله ممكن 10 دقايق ربع ساعة على حسب البوتاجاز بتاعك، فاهمين؟ مش بتاخد اكتر من كده، بتستوي على طول. خدوا بالكم يا جماعة، الكبدة كل ما تقللي في سواها تطلع معاكي طرية وحلوة. لما تسيبيها كتير على البوتاجاز تلاقيها كده بتشد معاكي بتحسيها بقى ان هي ايه، نشفت كده منك وابتدت تشد، ما بتبقاش طرية خالص. تمام، بس كده بقى الكبده معايا انا قلبتها شويه على البوتاجاز، كل شويه بقلبها حبه بحبه لغايه ما عدى مثلا بتاع 7 8 دقايق كده عليها. انا ما هديه النار عليها اللي هو ايه، نار وسط ولا عاليه ولا واطيه. تمام، وبعد كده بعد بقى ما اتقلبت خلاص هي كده مش هتنزل ميتها. معايا بقى خلطه التوم اللي احنا حطيناها على بعضها، التوم والبهارات والليمون والخل، نزلت حبه بحبه وقلبت، وبعد كده رحت منزله بقيه الكميه كلها. عايزه بقى اقول لكم الريحه يا جماعه في الوقت ده خطيره بجد، حلوه جدا جدا جدا. جربوا الكبده بالطريقه دي والله العظيم هتاكلوا احلى كبده في حياتكم، حلوه جدا. عايزه اقول لكم الخل والليمون بيبقى حلو قوي على الكبده، اولا بيحوش الزفاره، ولو في اي ميكروبات في اي حاجه بيخلي الكبده طبعا ايه مش محتاجه. بصوا بقى هنا ما شاء الله شكلها خطير، اكيد يعني شكلها باين ان هي حلوه. هي كانت خلاص استوت وانا كنت طفيت عليها على طول، يعني ما خدتش معايا بتاع ربع ساعه، ما كملتش على البوتاجاز، وانا واقفه على طول عملتها وطفيت عليها وركنتها. وهنا بقى عملت معاها شويه رز ابيض وشويه سلطه الطحينه. بس هنا بقى معايا الرز ده برضو ايه، لقطه سريعه كده عن الرز قلت برضو اوريها لكم. حطيت معايا شويه زيت ومعلقه سمنه بلدي. انا بصوا بحب استعمل الزيت في الاكل كله، يعني بحط شوية زيت مع حتة السمنة برضو ايه، اللي هو بتدي تطعيمه برضو للاكل حلوة، وبرضو ايه يعني منع الاستهلاك السمنة كتير يعني يا جماعة، يعني فاهمين؟ وبرضو بتخلي الاكل حلو طبعا، ده اساسي، والاكل مبقاش تقيل علينا، يعني هو في تلك الحالات هو صحي لينا يعني. بس هنا بقى الملح بتاعي، حطيت بقى الرز غسلته ورحت حطاه وقلبته تقليبتين على البوتاجاز. انا طبعا غاليه ميه في الكتل، الرز يا جماعه بيحب الميه السخنه جدا. آه يعني الرز ما تحاوليش تحطيله ميه بارده عامه، يعني اي رز تعمليه. بس هقلب بقى الرز هقلبه شويه على البوتاجاز كده اشوحه لغايه ما الرزايه تسخن معايا كده وتتشوح وتبقى حلوه. وبعد كده بقى الميه هي ننزل بيها كميه الميه اللي انتي طبعا احنا عارفينه في الرز المصري بتاعنا، كوبايه الرز بتاخد قصادها كوبايه ونص ميه. بس هقلب بقى الرز كويس، انا دقت الملح بتاعه لقيته الحدق بتاعه لقيته كويس، فخلاص هغطي عليه بقى، اغطي عليه. انا طبعا الرز مش بعلي عليه قوي، وطيت عليه، واول ما ابتدى يتشرب رحت موطيه عليه. تمام، وشويه خد 10 دقايق على البوتاجاز، قلبته شويه بعد ما اتشرب ورحت خلاص استوى. حطيته بقى في البوله بتاعتي، ودي الطحينه بتاعتي خففتها برضو بشويه ميه وشويه ميه دافيه وشويه خل، وحطيت لها نص ليمونه وملح وفلفل اسمر وشويه شطه وتبلتها بس. وهنا بقى معايا الكبده بتاعتي، وده طبعا الصوص بتاع الكبده ما نقدرش نسيبه. حلوه جدا يا جماعه، جربوها وان شاء الله الوصفه تعجبكم. ما تنسوش بقى لايك حلو زيكم كده، وان شاء الله وصفاتي تعجبكم. خدوا بقى لفه كده في القناه، وما تنسيش بقى حبيبتي تعملي لايك حلو زي كده، وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بس وان شاء الله اقدم لكم وصفات حلوه. دي كانت الكبده معايا والرز حطينا شويه شيبسي كده جنبها. ممكن برضو تعملي لكل فرد في العيله طبق كده رز وتحطي له الكبده بتاعته قدامه مع شويه شيبسي والطحينه، ووجبه برضو سريعه كده وحلوه جدا. متنسونيش بقى حبايبي بدعوه حلوه زيكم كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.